يا مساء النور والسرور على احلى متابعين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده جايه لكم بوصفه او باكله جديده ان شاء الله تعجبكم باذن الله. وهنبتدي وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف المكونات اللي معايا اللي انا محضراها للوصفه. معايا نص كيلو طماطم، عاملاها طبعا عصير طماطم، ومعايا بطاطستين مقطعة مكعبات، وكمان بصلاية يعني وسط او كبيرة على حسب ما انت عايزة، مفيش اي مشكلة، وبتقطعيها مكعبات صغيرة. وكمان بالنسبة للتوابل بكون محط معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة بابريكا، معلقة فلفل أسود، معلقة ملح، وخمس ست فصوص ثوم مهروسين كويس جدا. طبعا على راحتك بالنسبة للتوابل، أنا يعني ممكن أستخدم معالق صغيرة. دايما بتكون التوابل على حسب الرغبة، يعني في ناس ما بتحبهاش كتيرة في الأكل، وفي ناس بتحبها مثلا شوية أكتر، برضو ده بيكون على حسب الرغبة. وحابة قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا أشكر كل الناس الجميلة اللي أول ما بتشوف الفيديو بتاعي بتكتب لي تعليقات إيجابية، وكمان شكرا للناس الحلوة اللي بتدعم محتوايا، وأول ما بتشوف الفيديو على طول بتحط لايك. ويلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك، والتعليق الجميل اللي بتحطوه دايما بيفرحني. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. أول حاجة جبت طاسة وحطيت فيها حبة من الزيت، وطبعا أنا كان عندي في الفريزر كرات من اللحم البقري متفرزة، يعني من فترة كنت حطها في الفريزر. طبعا إن شاء الله بنعمل فيديو مع بعضينا بالنسبة للتفريزات، بس دي كانت موجودة عندي وكنت محتاجة ضروري أعمل أكل وبسرعة. فطبعا فكرت في الكرات اللحم دي اللي كانت موجودة عندي متفرزة، وابتديت أحمرها زي ما انتوا شايفين. ده أول حاجة. طبعا يعني لازم اللون بتاعها بيكون ذهبي. انا طبعا بقلبها زي ما انتوا شايفين حبه حبه، لان انا مش حاطه لها زيت غزير او كتير يعني، واغطس فيه الكرات يعني. لا، انا حابه ان انا مثلا ايه، بعملها على زيت بسيط يعني مش كتير عشان ما تشربش زيوت، هي اصلا فيها زيوت برضو. طبعا اللحم نفسه يعني فيه دهون، يعني قصدي لان اللحم وانا بفرمه لانه بيكون فيه مادة دهنية اللحم. وطبعا انا بقلب في الكرات لحد ما اجيب الدرجة اللي انا عايزاها في التحمير. بفضل اقلب كده لحد ما اجيب الدرجة اللي انا عايزاها، وهي دي الدرجة اللي انا عايزاها، اللون الذهبي الجميل ده. وانا طبعا ما حطيت لها زيت كتير، يعني زيت بسيط جدا. كويس جدا طبعا ان هي طلعت بالدرجة دي، لان انا على طول بقلب فيها. وطبعا هنا انا جبت حلة وحطيت فيها سمنة، معلقتين سمنة وحبة زيت صغيرين، وحطيت البصلة اللي انا كنت مقطعاها، وطبعا بقلب فيها، يعني بحمر البصلة شوية بديها اللون الذهبي بتاعها الجميل ده. طبعا بغيب برضو برجع ليها تاني اقلب فيها. الاول انا حطيت التوم المهروس بس هو ما ظهرش في التصوير، مش عارفة ايه المشكلة اللي حصلت. طبعا انا بقلب في التوم حاليا. بعدين ابتديت ان انا اضيف البهارات اللي كانت معانا في اول الفيديو، ضفتها كلها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ضفت البهارات بعد ما التومة كده الريحة بتاعتها طلعت، ريحة التومة، ابتديت ان انا اضيف البهارات. واللون الاحمر الجميل ده انا كنت ضفت كيس صلصة واحد بس كده عشان يخلي لون الطماطم حلو. طبعا ضفت الطماطم بعد كيس الصلصة زي ما انتوا شايفين، بيخلي لون الطماطم احمر. يعني لو هي الطماطم لونها بهتان او مش الاحمر الحلو ده، لون الصلصة بيظبط معاها يعني، او كيس الصلصة بيظبط لون الطماطم. شايفين لونها عامل ازاي؟ جميل جدا. طبعا انا هنا هبتدي ان انا اضيف البطاطس والبطاطس هتكون الاول ليه؟ لان هتكون عايزة سوا، لان كرات اللحم يعتبر خلاص هي مستوية، مش محتاجة حاجة تاني. هي كانت طبعا اللي لازم تستوي الاول البطاطس. وبكده خلاص
انتهيت من حط البطاطس وخلاص بغطيها وبسيبها وبشوفها كل شوية لازم، لاني عايزة سوى البطاطس يكون مظبوط، يعني ما يكونش زيادة، عشان خاطر ما تحسيش ان البطاطس اتهرست في الصلصة نفسها اللي احنا عاملينها. وخلاص هي كده كانت البطاطس اخدت السوى المظبوط بتاعها. ابتديت احط كرات اللحم اللي احنا كنا محمرينها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. يعني هي مش بتاخد سوا، يعني سواها بيكون بسيط، يمكن اقل من 10 دقايق 7 دقايق خلاص وبنزلها. انا بس كنت بقلبها في بعضيها، بعدين بغطيها تاني بسيبها يمكن 7 دقايق، يعني من 7 ل10 دقايق كده بالكتير، مش اكتر من كده. وهنا كنت بسوي او بعمل الكزبرة، غسلتها وبعد ما غسلتها ابتديت ان انا افرمها بس بالسكينة طبعا، ما ينفعش ان هي بالكبة او على اي شيء تاني، لازم تكون بالسكينة. وانا هنا كنت مجهزة الطاسة فيها معلقتين سمن، وكنت فرمة توم، طبعا حمرته او خليته شوية على اللون الذهبي، وبعدين ضفت عليه الكزبرة قلبته شوية زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هبتدي ان انا اضيفه على البطاطس وكرات اللحم. بتدي للأكلة طعم تاني وبتخلي الأكلة في حتة تانية، بصراحة جميلة جدا، حلوة. جربوها وجربوا الأكلة وقولولي ايه رأيكم فيها، ان شاء الله بتعجبكم. انا كده خلاص انتهيت وحطيتها مع البطاطس وكرات اللحم، وبس بقلبها كده شوية عشان يكونوا مع بعض، يعني يندمجوا مع بعض. طعم الكزبرة والثوم مع بعض بيبقى حلو جدا. انتي ممكن تقدميها مع رز بشعرية او رز ابيض، الاتنين بيكونوا حلوين جدا مع طبق سلطة مثلا. ويا رب النهاردة تكون وصفتي عجبتكم وتكون سهلة وسريعة برضو معاكم، وان شاء الله طعمها يعجبكم وتجربوها. ولو عجبتكم ما تنسوش تكتبولي في التعليقات، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك.